وصفة اليوم خيالية بشهادة الجميع، نكهة غير تقليدية ومميزة، لازم تجربونها. أول شي أخذت صدور الدجاج وتبلتها ببهارات الفاهيتا الجاهزة والثوم وشوية بابريكا أو زيت، بعدها شوحتها إلى أن أخذت لون. مو شرط تستوي 100%، أهم شي إنها تتحمر. بعدها قطعتها شرايح. في نفس الصاجة نزلت بصل شرايح وفلفل بارد ملون وباقي التتبيلة وقلبتهم، وبعدها رجعت الدجاج اللي قطعته. أخلي كذا دقيقتين بس تتمازج النكهات وأجهز الرز. في قدر أضفت زيت وثوم وبصل مقطع تقطيع صغير مع فلفل بارد ملون، وبعدها مكعبين ماجي وبهار البابريكا والكركم، وبعدها أنزل الرز المغسول المنقوع. استخدمت رز حبتها قصيرة وقلبتها مع الحمسة. مفروض إني أحط الذرة معاهم لكن نسيتها، مو مشكلة، حطيتها بعد ما قلبتها. وآخر شيء أضيف الماء المغلي اللي يغطي الرز بشوي وأتركه إلى أن يستوي. بعد ما استوى أجهز صينية الفرن. أضيف أول شيء الرز، بعدها طبقة الدجاج، وبعدها أضيف قطعة فحم وأبخر الصينية، تعطي نكهة مرة مميزة. بعدها غطيتها بخلطة الأجبان والقشطة والكريمة، وآخر شيء جبن موزاريلا ورشة فلفل حار. قدمتها مع سور كريم وخلطة الأفوكادو والخس الشرايح. لازم تجربونها، ولازم تضيفون الإضافات مع عصرة ليمون. الطبق خرافي والكل راح يسألكم عنه، وعلينا وعليكم بألف عافية.